ذكريات. كاينه واحد الفتره اللي ربما القليل كان، وهو المده اللي دوز معايا مكتبة الكرامة في ظروف خاصة. ظروف أولا ديال مشروع تجاري، فإذا الشباب ديك الساعة كان كيتسائل اشنو كيديروا هاد الطبيعة أو القادة ديال اللي نخدم الشعب فين غادي. إذا ما كانش بوحدو اللي كيجي باش يعرف شنو واقع. فطبعا باع معنا البومه والدفتر ديال 12 ورقه وستيلو بيك وماشي بيك الى اخره، ولكن في خضم هذا البيع ديال المسائل التافهه عاش معنا كل فتره فعلا ديال صبره وشتيها والنقاش مع جون جوني ومراسلات ديال أنجيلا دافيس ونبيل شعت إخوان الفلسطينيين، ومراسلات الدكتور محجوب عمر اللي كان معروف آنذاك بأنه يمثل التيار الماوي داخل فتح. وهذه النقاشات وكنعتبروا ديك الساعه شاب، ما كانش شي فرق كبير ديال السن، ولكن من الشباب اللي جاي كيقلب على اسئله لما يخص البلاد من نضالات جديده. طبعا عشنا 81 فمن جا الكرامه جاي بالثقل ديال 81، جاي بالثقل الاسئله الكبيره اللي كانت داخل الحركه الماركسيه، جاي بالثقل ديال ما وقع من جرائم ضد فلسطين، جاي كذلك وهو كيشوف الحكواتي، لانه من عرضنا على مسرح الحكواتي كاسلوب جديد للتعامل مع الفعل السياسي والثقافي في الشوارع. كاين فرق اللي كتخدم في هذا الاتجاه، فباع معنا كتب ديال دار الفتى العربي، شي وحده فين نور الدين؟ هو الايوبي كيهضروا عليهم من تحت. نور الدين بكير وحمادي اللي كنقول للاخوان انهم اتصلوا به لانه عاشوا اولا داخل نفس التيار السياسي، وثانيا عاشوا محطات قويه داخل مكتبة الكرامه، فما فيها بس انه يساعد على احياء هذه الذاكره. فانتم كتهضروا رجع لي لبالي هذا الموضوع، قلت ما فيها بس انه تدخل في التاريخ ديال منتصر اللي ما كنعرفوش بانه منتصر، لانه كان عندي السريه، لا هو ولا الشباب الاخرين كانوا عايشين في السريه داخل الكرامه، ما كنعرفهمش شكون هم، ولكن كانوا كيشوفوا كل ذاك الاخير اللي كتجي الى حدود طبعا الاستشهاد ديالو والى حدود التدخل ديال البوليس اللي بدا كيشعر بانه الكرامه ربما مركز ديال اعاده تنظيم اللي نخدموا الشعب عنه.